اوعي تفوتك الوصفة دي واعمليها في البيت ووفري على نفسك كتير قوي في الشراء بتاعها. مكون بسيط هيعمل معاكي احلى جبنة قديمة هتعمليها في البيت، مكون بسيط جدا. هتطلعيه بس من اللبن وهتشتغلي بيه المرطة اللي بتطلعيها من وش اللبن بعد ما بتسيحي السمنة، وتاخدي المرطة هتحطيها على النار في طاسة تكون غويطة عشان هتغلي معاكي على النار مع المكونات التانية. هقلب فيها تقليبة كويسة جدا بنفس الطريقه كده، هقلبها لغايه لما احس ان لو فيها سوائل تنشف منها. هقلبها حلوه قوي، وبعد كده هنزل عليها بمقدار ملح وشطه. كتري الشطه عشان دي الماده الحافظه للمرطه اللي بتاعه الجبنه القديمه. وهحط حبه ملح حلوين عشان الحدوقيه بتاعه الجبنه القديمه اللي انتوا عارفينها. هقلب برده كويس قوي وهنزل عليها بلتر لبن. لتر اللبن اللي انا هنزله ده هسيبه يغلي معايا مع المرطه دي على النار والملح والشطه، يغلوا معايا غلوه حلوه قوي لغايه لما احس ان هي تقلت معايا واللبن اتبخر منها شويه. بس هسيبها كده، ودي كده اول مرحله فيها، ودي تاني مرحله للغليان. بدات تتقل معايا بنفس الطريقه. هبدا بقى هطفي عليها واتاكد ان هي بقت كويسه معايا وتقلت معايا. هبدا احطها كده في الكبه وهنعمها معايا بنفس الطريقه انت شايفاها دي، واعبيها في برطمان. هجهز بقى للجبنه القديمه بتاعتي. هجيب طبعا ده كيلو جبنه، كيلو جبنه قريش. هجيب بقى خلطه ملح وشطه حبه حلوين قوي بقى عشان دي اللي هبدا اعمل بيها الجبنه القديمه. هغطي كل قالب من الجبنه القديمه بنفس الطريقه واحطها على مصفى، وهسيبها ليله كامله على الرخامه او في التلاجة. هسيبها ليله كامله هتلاقيها نزلت السوائل اللي فيها كلها، وده المطلوب اللي انا عايزاه. عشان لو حطيتيها بحالها كده في قلب الجبنه القديمه هتحس ان هي شربت معاكي جبنه قديمه ومش هتنفع. دي كده اول خطوه فيها. بعد ما تنشف معايا كده